بدون زبدة وبالسمنة هنعمل مع بعض أحلى سابليه للعيد. سهل جدا وبسيط وكمان اقتصادي ومن غير أدوات نهائي، هتعمليه بحاجات موجودة كده من مطبخك وهيطلع معاكي الشكل الفاخر اللي انت شايفاه ده قد ايه ناعم ودايب دوبان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا خالص نص كوباية من السمنة، حطيتها في بولة كده وحطيت عليها كمان نص كوباية من السكر البودرة وأنا استخدمت هنا كواليتي تارجت. هنبدأ إن احنا نحط عليها كمان ربع كوباية من الزيت ونبدأ بقى نخلط بالمضرب اليدوي عادي جدا. لا هنحتاج هنا لا مضرب ولا عجان كهرباء ولا أي حاجة. هتبدأي كده بالمضرب اليدوي تخلطي السمنة مع السكر كويس قوي. بعد كده هنبدأ ننزل ببيضة بدرجة حرارة المطبخ عليها نقطتين من الفانيليا. ابدأي اخلطي برضو البيضة دي لحد ما تختفي تماما. بعد كده هتنزلي بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. وابدأي بقى اخلطي كله مع بعضه كده زي ما انت شايفة لحد ما يمتزجوا مع بعض. تمام. مفيش اسهل ولا ابسط من السابليه بتاع النهارده ده. بعد كده هننزل بقى بكمية الدقيق. كمية الدقيق هنا معاكي من كوبايتين ونص لثلاث كوبايات. انا هنا الصراحة استخدمت كوبايتين ونص بس. بدأت انزل بيهم بالتدريج زي ما انتم شايفين كده، نزلت الاول باتنين وبعد كده النص اللي فاضل ده بدأت انزل بيه بالتدريج واحدة واحدة لحد ما اتجمعت معايا العجينة زي ما انتم شايفين كده خلاص ما عادتش بتلزق لا في البولة ولا في ايدي كده تمام. هنوقف بقى الدقيق. خلاص. نيجي بقى نشتغل بقى على طول في التشكيل. هناخد بقى قطعة من العجينة ان احنا نكورها ما بين ايدينا كده لكورة. وبعد كده هتجيبي بقى اي معلقة او اي حاجة تكون بالمنظر ده وتروحي عاملة حفرة في نص البسكوتة. وممكن لو ما عندكيش معلقة او عندك حاجة على الشكل ده انت ممكن تعمليها بصبعك ان انت تخرمي لي او تعملي حفرة في نص العجينة كده بالطريقة دي لحد ما تخلصي الكمية كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت معايا كمية حلوة. هندخلها على فرن سخن بقى على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الأول، أول ما يستوي من تحت شغلها الشواية تاخد لون من فوق. ده كده شكل السابليه بتاعنا لما طلع من الفرن قد ايه واخد لون ذهبي وجميل جدا. نيجي بقى لمرحلة التزيين. أنا هنا استخدمت شوكولاتة بالحليب من كواليتي تارجت. سيحتها على حمام مائي وبدأت إن أنا أحط البسكوتة تقريبا تلتها بس في الشوكولاتة. وهقول لكم ليه دلوقتي عشان في تزيين تاني بعد كده. تمام. طبعا بحطها في الشوكولاته وبعد كده بنزلها على كيس بلاستيك كده يعني فرشه بيه الصاج عشان ما تلزقش في السكر. بعد كده المرحله اللي جايه في التزيين انا استخدمت هنا مربى كواليتي تارجت بالفراوله. وطبعا المربى دي يا جماعه حلوه جدا لانها مش قطع، دي بيوريه ناعمه جدا بتبقى مخصوصه للحشو. مبقاش فيها قطع تضايقني ولا حاجه. حطيتها في كيس حلواني وبدات ان انا احط الاجزاء الحفر اللي احنا عملناها في العجينه دي مليتها بالمربى الفراوله فعطتني شكل حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. قد ايه السابليه شكله فاخر وجميل وغير طعمه اللي فوق الرائع، فعلا يستاهل التجربة.